from American Counseling. معانا مستر أيمن. اهلا بيكم. اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن الامريكان دبلومه. طبعا اكتر واسهل وسيله لدخول الجامعه، دايما اقول كده، والاهالي والطلبه يقولوا لي ليه. طبعا اسباب كتيره. النهارده هنتكلم على الامريكان دبلومه as a international education. انا اسمي مستر ايمن تدرس، بدرس امريكان دبلومه بقالي 22 سنه، بشتغل على الفيلد ده وده تخصصي. وناس كتيره يعني مع الوقت عرفت ان انا بقدم ادفايس في الامريكان دبلومه. طبعا انا سعيد نبقى وسطيكم النهارده، وهتكلم بسرعه على الامريكان دبلومه، الفرق بين السات والايست والاكت. طبعا كل الناس بتسال دايما الايست والسات زي ما تحب، زي ما تحبوا. انتوا قلتوا هتقسموها. هيقسم خلاص ماشي هنكمل. هيقسم نص ونص. نعم هنقسم هم قالوا لي في الاخر هيقسموها نص ونص، يعني حاجه بعديه وانا بتكلم. اوكي. هنتكلم على الامريكان دبلومه. اصعب مشكله عند الطلبه والاهالي ازاي اختار سات ولا ايست ولا اكت. طبعا في تعديلات كتيره حصلت الوقت اللي فات على الشهادات دي، فانا قررت النهارده يعني اقدم معلومه اختار ده امتى وده امتى وده امتى، او ايه الفرق او ايه التعديلات. طيب اول حاجه طبعا الاكت انا بحطه دايما في ديل القائمه. يعني الاكت ما عادش حد بيدخله كتير، بس هو طبعا 1. طبعا اكت 2 مطلوب جدا. انا بتكلم على اكت 1. اكت 1 ما عادش حد يدخله، بس هو عمل تغييرات. احب اقول لكم التغييرات اللي حصلت في اكت 1 علشان تبقى عارف صورته الجديده ايه. التغييرات دي هتطبق 2026، اتطبقت في امريكا، لسه ما جاتش مصر، بس المفروض انها هتنزل مصر في السنه الجديده. اكت اول حاجه في الاكت انه لغى الساينس. اول حاجه في الاكت انه خلى الساينس اوبشنال، يعني ما بقاش اجباري ومش مطلوب في الجامعات المصريه، فما حدش بيدخله. دي اول حاجه. الاكت الانجليش اللي هو عندنا زي الرايتنج في السات او الرايتنج في الايست. الانجليش اصبح 50 سؤال في 35 دقيقه، يعني بمعدل 42 ثانيه للسؤال. طبعا الكلام ده جديد احسن من القديم، جديد احسن من القديم، ولكن ما زالت الامتحانات الثانيه غيرت وحسنت برضو من مستوى الامتحان. يبقى السكشن اللي هو الانجليش بقى 50 سؤال 42 ثانيه للسؤال، 50 سؤال في 35 دقيقه. ده الاكت. اكت 1 خليكم فاكرين انا بتكلم على اكت 1. طيب الماث في الاكت بقى 45 سؤال في 50 دقيقه، يعني تقريبا 67 سؤال. هو انا ليه مكشر هنا يا بنو كده؟ ماشي. احنا عملنا السلايدز ده بسرعه بس هو مقطوع وانا مكشر، معلش. هو ده فيديو موجود على التيك توك، لو حد يحب يشوفه هيلاقي فيديو لطيف جدا بيتكلم بالتفصيل عن العمليه دي، بس عملنا سلايد سريعه كده. 45 سؤال في 50 دقيقه، يعني تقريبا 67 ثانيه للسؤال. انا بحاول اقول لك سرعه السؤال، يعني السؤال محتاج منك قد ايه. ده الانجليش، ده الماث. طبعا الماث القديم اللي فيكم فاكر في الاكت 1 كان 60 سؤال في 60 دقيقه، يعني السؤال بدقيقه. دلوقتي 60 ثانيه، دلوقتي السؤال بقى ليه 7 ثواني زياده. دي حاجه حلوه. طبعا بتفرق جامد الدكتور، بتفرق جامد قوي. اتفضلي. طب خلاص. طيب دكتوره معانا هتتكلم بقى، ودي استاذه بيولوجي فهتبقى في مايك تاني. اتفضلي بقى. أنا بسمة لاشين، دكتورة بسمة لاشين، بدرس بيولوجي EST 2 وأكت 2، وبنتكلم على أمريكان دبلومة أنا ومستر أيمن إن شاء الله. أهلا بيك دكتورة بسمة، دكتورة عظيمة، وأهلا بيكي.
دلوقتي بس يا مستر ايمن، يعني اعتقد انا طبعا مش هتكلم على الماث، بس في الريدنج والانجلش بيفرق 7 ثواني يا جماعه. والماس برضو طبعا الماس برضو، يعني الفرق ده الثانيه. هو اللي بيسمع يا دكتوره من بره بيحتبق ايه ده، انتوا بتتكلموا على 7 ثواني؟ ده حقيقي. مبقاش حاسس بيها. الولاد بيحسوا بيها. لو حد امريكان بيمتحن، احنا بيجي لنا الفيدباك من طلبه تانيين فبيقولوا فعلا انا ما بلحقش افكر، ف7 ثواني دي هتفرق معايا. انا عايز بعد ما نخلص اكت 1 عايزين نتكلم على اكت 2. حضرتك تقول لنا على البيولوجي. عايزين نتكلم على اكت 2 عشان نخلص كل الاكت. اكيد. اوكي أكيد. طيب بالنسبه بقى ده اكت. في حاجه مهمه في الاكت، معرفش الانجليش عملوا كده ولا لا. خلوا الماث 4 اختيارات بدل 5. يعني هو كان 5 ب4 الماث. الانجليش انا كان 4 ما زال ما اتغيرش. طيب ممكن نشتغل سلايدز اكت 2 دلوقتي ولا صعب؟ ما ينفعش اخش انترنت. عندي انا، لا انا مش عامله. طب حضرتك ممكن تكلمينا على البيولوجي الاكت 2. خلصت اكت 1. اوكي. اكت 2 المفروض الطالب بياخد مادتين، بياخد بيولوجي وماث. بيبقى الماث اعتقد زياده كام درس يا دكتور؟ الماث بيبقى تقريبا عن اكت 1 بيبقى فيه زياده 4 دروس. بيبقى زياده 4 دروس في الماث. الطالب بياخد بيولوجي معاه لان المادتين دول بيفتحوا له جميع الكليات، يعني كليات طبيه او كليات هندسيه. يعني عشان انا ادخل طب صيدله هندسه لازم اخد اكت 2. انهي مواد بالظبط؟ ماث وبيولوجي. حد يقول طب البيولوجي ايه علاقته بهندسه؟ البيولوجي بيفتح اي كليه هو والماث. فعشان كده كل الطلبه بيفضلوا المادتين. احنا بنقول ما عندناش علمي وادبي. احنا ما عندناش علمي وادبي. احنا عندنا كل الكليات مفتوحه، ودي ميزه الامريكان. عشان كده بقول الامريكان اسهل طريقه لدخول الجامعه. هو في سؤال بقى انا اساله لك. انهي احسن، اكت 2 ولا ايست 2؟ بعد التعديلات ولا قبل التعديلات؟ لسه ما اتكلمناش على التعديلات. بتاعت ايست ما قلناش حاجه، لكن اكت 2 دلوقتي قبل التعديلات. قبل التعديلات اكت 2 احسن. اكت 2 احسن، اصل احنا برضو الماس كده بس. بالظبط. اكت 2 بيولوجي بيبقى عباره عن 2 بارتس. الامتحان جزء 38 سؤال في 45 دقيقه، وجزء تاني برضه 38 سؤال في 45 دقيقه. الامتحان كله مالتيبل تشويس، اختيار من متعدد. كل سؤال ليه 4 تشويسز، ومعظم الوقت بيبقى فيه 2 تشويسز مالهمش علاقه بالموضوع و2 بس بفكر فيهم. فعشان كده احنا بنبقى شايفين ان الامتحان بيبقى اسهل من EST شويه. وميزه الاكت يا دكتور برضو ان نتيجته بتظهر بعد 3 ايام، فالطالب يعني بيعرف هو جايب ايه بعد 3 ايام. دي ميزه حلوه جدا. EST بتظهر بعد اسبوعين. الطالب بيفضل اسبوعين مش عارف اذا كان يدخل محاوله تاني ولا ما يدخلش، هل كده عمل السكور المناسب ليه. فدي بصراحه من مميزات الاكت. طلبه كتير في جريد 12 بتيجي على شهر 6 تدخل الاكت، فبتلحق السكور بتاعها يطلع وتوثقه وتدخل الكليه بيه. بس هو عيب اكت 2 حاجه واحده عارفاها، عدد المحاولات. لا الكيرف دي قصه ثانيه. عدد المحاولات. وبعدين هو خلى في محاوله فيها ماث 1 ومحاوله فيها بيولوجي، ما بقاش الاثنين مع بعض. دي مثل الايست. يعني ما فيش يعني شهر 12 كانت ماث وبيولوجي، شهر 2 ماث بس، شهر 4 بيولوجي بس. طبعا يا جماعه احنا لينا محاولات. المحاولات دي ان انا ممكن ادخل مثلا محاوله في شهر يناير ما جبتش السكور المناسب، اقدر ادخل محاوله بعدها بفيز اخرى، بتسجيل اخر، بمكان اخر. يعني ما فيش اي مشكله. هو الستودنتس اللي معانا انتوا جريد كام؟ كله مش ستودنت، بس احنا لايف. في طلبه شايفيننا لايف. اوكي. احنا شغالين على اللايف والحضور الجمال. تمام. بس هو يعني حضرتك برضو مشتركه معايا قبل التعديلات. اللي مكتوب حلو جدا. مشكله EST كان الوقت كان 80 سؤال في ساعه. دلوقتي بقوا 60 سؤال في ساعه في البيولوجي. شال 20 سؤال طبعا، فحاجه حلوه جدا. وشالوا من المنهج يعني مش شابتر على بعض. شال في المنهج. بس انت ما عندكيش ماتيريال تعرفي تحددي؟ لا انا اقدر احدد. انا اقدر اعمل امتحان واقدر اشوف الامتحانات السابقه واشيل الاسئله. الموضوع بالنسبه لي سهل جدا. يعني في البيولوجي واضحه. موضوع سهل. اصل عندنا في الماث الدنيا لايصه خالص. الموضوع في البيولوجي انا الامتحانات السابقه هشوف السؤال اللي متشال من المنهج هشيله. يعني الامور عامله زي البازلز كده، تقدري تشيلي بالك. الماث مش كده.
الساينس والساينسز عامة we have facts، فالموضوع بالنسبة لنا سهل. حضرتك ممكن السؤال يبقى متشعب يعني. لا احنا عندنا الهيد اوف النيم اوف توبكس ما يعبرش عن البوردرز. اوكي. يعني لما يقول لي مثلا انا هشيل الاكسبوننشال فانكشن، طب ما انا ممكن ما يبقاش اكسبوننشال فانكشن صريحه، تبقى موجوده في سؤال تاني بطريقه تانيه. هي دي الفكره. فعندنا احنا في الامور عايمه شويه. لكن البيولوجي بالنسبه لي انا متفائله بيه. كويس. هو الوقت يا دكتور برضه في الانجليش والماث الوقت بقى حلو جدا. في معلومه حلوه بقى عايز اقولها لك، ما اعرفش اكيد حضرتك عارفاها، ان في سوبر ماتشنج في الحكومه. يعني يقدر ياخد بيولوجي من ايست والماث من اكت. اكت 2 يعني ياخد الماث من سوري البيولوجي من ايست 2 وياخد الماث من اكت 2 لو لقى افضل له يعني. فدي في الحكومه بس تنفع. لكن طبعا الخاص حتى الان كل جامعه وليها سياسه لحد دلوقتي. طب تعال نشوف الايست بقى، ايست 1. ايست 1 بقى انا عملت السلايدز دي بسرعه لما زنقونا في السلايدز عملناها. والله يقرا لنا اسئله اللايف يعني ممكن نفيد الناس. انا اعتقد ان اللايف كمان معانا ناس كتير بتشوف الايست بقى. لا خلاص الايست الاكت خلاص. في معلومه بس في الاكت نسيت اقولها. معلومه في الاكت نسيت اقولها، ان احنا كنا بناخد، عارفه المعلومه دي حضرتك، كنا بنقسم الكومبوزيت على 4 بالظبط عشان الساينس. دلوقتي هنقسم الكومبوزيت على 3. دي هتفرق كتير جدا جدا. يعني الطالب اللي كان بيجيب سكور حلو قوي في الماث والانجليش ويجي الساينس ما يهتمش بيه فيقسم على 4، فالافريج بتاعه الكومبوزيت بتاعه لو تفتكري بيقع. لكن لما طبعا الساينس برضو كله بيولوجي على فكره، بس كان الولاد ما بيهتموش ملوش منهج. هو معتمد على كريتيكال ثينكينج، كان تيبلز وانا على اساسها ومعلومات سابقه، فكان بيبقى شويه للطلبه تشالنج. بس هم كاتبين ان هو بيميل ناحيه البيولوجي اكتر، يعني هو كيمستري وفيزيكس وبيولوجي بس بيميل ناحيه البيولوجي. حظكم بقى بس فطبعا دي معلومه مهمه في الاكت انا نسيت اقولها في التغيير الجديد في الاكت. طيب هندخل بقى على الايست بقى. الايست ده على فكره الايست كان الناس كلها فاكره ان هو امتحان تبع الحكومه المصريه، ما عادش. اسم ايست كان زمان اسمه ايجيبشن سكولاستيك تيست، دلوقتي بقى اسمه الكترونيك، فهم شالوا الاسم. فبقى الايست ده امتحان مش تبع حد، يعني ليه شركه وليه كيان وليه بورد، والبورد انجليزي بالمناسبه في انجلترا. فالبورد بيرسون صح. والامتحان بتاعه يعني السورس بتاعه احنا مش عارفينه، هو ملوش مالكه لحد دلوقتي. دي مشكله. ايست 1 حضرتك الانجليش بقى طبعا حضرتك متابعه التعديلات بتاعته. الايست الانجليش عمل سماه موديول زي السات، سمى فموديول 1 رايتنج. انا عامل بقى احصائيه لطيفه كده، 35 سؤال في 30 دقيقه، يعني السؤال في 51 ثانيه. فدي بتديني انديكيتور. طبعا اتغير عن الاول، يعني بقى وقته احسن. طبعا في ميزه في الايست ان هو ورقي. برضه الاهالي والطلبه اللي ما يعرفوش الفرق قد ايه مميز بين الورق والكمبيوتر. طبعا في السرعه برافو. يعني في حاجه بنقولها كده ما يحسش بيها غير اللي اتكوّن بيها. دي حقيقه. حضرتك ليك تعليق على ليا تعليق على الانجليش الاي اس تي، انه كان زمان الاي اس تي الانجليش كان الباسجز طويله. يعني كانت مثلا من 500 ل 800 كلمه. اوكي دلوقتي قسم، يعني بقى فيها دكتور جزء مثلا باسجز قصيره، جزء باسج مطول. مش ده الميكس الجديد؟ يس. لكن القدام زي ما هم. لا الاي اس تي التعديل، لا التعديل في جزء لسه طويل لكن في قل. ايوه صح. وحضرتك هو عامل 3 سكاشن، انا بفهم منك. عامل 3 سكاشن، في سكشنين زي القديم اللي هم القديم كان من 400 ل 800، ده من 300 ل 800 فبرضه قل. قل يعني حتى القديم انا المعلومه دي ما اعرفهاش. لا قلت. وبقى مور كلير، يعني بقى ويز ستام، حاجات كده برضو تخصصيه في الانجليش، يعني انا نوعا ما بفهم فيها شويه. بقى السؤال هيبقى مور كلير. فيعني ما بقاش فيه كوميونيكيشن بتاعت زمان.
بس طبعا ما زال برضه السات لما نيجي للسات يعني السات اصل انا متحيز للسات. ايوه بعد التعديلات. بعد الديجيتال قصدك يعني. يس. طب الموديول الثاني بقى الانجليش برضه ده الريدنج ده بقى كام؟ 25 سؤال في 30 دقيقه، دي حلو مش وحش. طبعا. 72 ثانيه للسؤال، دي برضه حاجه. مالتيبل تشويس كويستشن يا جماعه، رايتنج او ريدنج، يعني احنا ما فيش رايتنج عندنا ما بنكتبش. الرايتنج يعني كله مالتيبل تشويس، اسئله مالتيبل تشويس. بس دي من زمان، ده مش تعديل يعني ده. لو حد في اللايف لسه يعني بيفهم صح. الانجليش ما فيهوش رايتنج يعني كله تشويس، ودي ميزه في الامريكان طبعا. اسهل، انا دايما بقول اسهل طريقه لدخول الجامعه الامريكان دبلومه، اسهل طريقه. بتوع الاي جي بيزعلوا مني بس مش موجودين هنا. نتكلم براحتنا. طيب الماث بقى سوري الانجليش لسه فيه الميكس بقى. الميكس ده اللي شبه السات بالظبط. ده عامل بس الصغيره. ده اقل اسئله في الموديولز، يعني ده اقل بارت. ده مخليه اقل 25 سؤال في 30 دقيقه برضه 72 ثانيه بالظبط. ده اعتقد شبه السات يعني، ده الباسج الصغيره عليها سؤال. ده باسج صغيره، باسج صغيره عليها 4 اختيارات، ودي ميزه حلوه قوي. طبعا هو ده تقليد، حتى انا في الفيديو ده بقول قلود قوي يعني. هو قلد السات. هو طبعا انا بس في نقطه عايز برضو اشير اليها. هو الطالب هيقعد 90 دقيقه انجلش. ايوه ده حقيقي. تفتكر هيطلع اللي عندنا في الماث يطلع عامل ايه؟ يعني طبعا انا حتى لو خد بريك قد ايه يا دكتور؟ ياخد بريك زي ما ياخد. صح. واحد صح الساعه 7 الصبح. صح. معلش انا بحكي مأساتي، انا بحكي مشكلتي كمدرس. بيبداوا بالانجلش. ما هو طول الامتحانات كلها انجلش الاول، بس هو النقاش بقى انا لو عندي طالب ابني عنده 16 سنه صاحي الصبح، طبعا اكيد بيسهر شويه لانه بيراجع بالليل، صحيني الصبح الساعه 7 الصبح رايح اللجنه، وطبعا منهك ومضغوط نفسيا، تروح انت واخداه غسيل ومكوى 90 دقيقه. طبعا بيطلع. انا مره عملت موك امتحان تجريبي في سيميليشن في السنتر، ففي ولد في السنتر مش في الامتحان الحقيقي، في السنتر، وامتحان انا عامل لهم يعني ضغط نفسي واحساس الامتحان، لكن لقيته بعد ما خلص الانجليش بيقول بس انا مش قادر احل الماث. هو ما جريش ولا عمل اي حاجه، لكن هو نفسيا كان تعبان جدا، وكان الامتحان القديم كان ما بيعديش 60 دقيقه. تخيلي بقى 90 دقيقه، انت ايه رايك يعني؟ هي طبعا هتفرق، بس هم يعني كافئوكوا في الماث ان بقى بكالكوليتر. فدي برضو يعني ممكن نقول ده قصاد ده. بس 75 دقيقه مفيش امتحان في الدنيا. اصل معلش انا يعني مش متوافق مع الايست شويه، بس هقول رايي. مش تو، انا بتكلم على وان. انا مفيش امتحان في الدنيا يدي وقت سيكشن 75 دقيقه. يعني بص الانجليش كله ايه 30 حتى لو مفيش بريك، بس هو الولد بياخد نفسه، كانوا بيطلع من تحت الميه ياخد نفسه. انما احنا بقى 75 دقيقه ولسه مخلص 90 دقيقه، ولو عايز يروح الحمام اكيد هيحتاج يروح الحمام بعد البريك، يعني حتى لو خد بريك وراح الحمام وبعدين دخل 75 دقيقه هيحتاج يروح الحمام مع الضغط النفسي والتوتر. حلها ايه يا مستر؟ ملهاش حل. انا عايز اشوف مين المفتكس، ابن المفتكس اللي اخترع الوقت. صعب جدا. الماث طبعا، الماث ده سيكشن الماث 50 سؤال. التعديلات دي يا جماعه ما حدش كان يعرف عنها، صح يا مستر؟ صح. طبعا احنا از تيتشرز يعني دي لسه الاسبوع اللي فات كلنا اتفاجئنا بالتعديلات، وهم بس على فكره هم كاتبين على الموقع نقالوا بناء على التست تيكرز والمدارس ان هم سالوا بناء على رجوع السات مصر من الاخر يعني. انا قلت كده والله في الفيديو. هو طبعا بعد ما السات رجع مصر، ولسه هنتكلم على السات، بعد ما رجع السات الديجيتال سات عدد الطلبه اللي سجلوا في امتحان الايست طبعا باين قوي. يعني انت ممكن تروح تحجز السات ما تلاقيش مكان، مفيش مكان، كانها حفله توليد. بالظبط حفله توليد. ايوه مفيش مكان، الطلبه كلها راحت سات، فطبيعي جدا الشركه الراعيه او البورد المسؤول عن الايست هيحس بمشكله واضحه جدا. فرق معاك طبعا. فلازم يعمل كده، كان لازم يعمل كده، وانا كنت متوقع
وعلى فكره بس عشان نقول للناس، لان بمناسبه اديوجيت ان كان في جامعات ما بتقبلش بالسات اول ما نزل. حلو. دلوقتي الجامعات كلها يا جماعه بتقبل بالسات. انا اول واحده اتكلمت في فيديوز عن الموضوع ده. الجامعات كلها دلوقتي بتقبل بالسات عادي جدا. بس انا عايز اضيف حاجه، هم ما قالوش ما قبلش، هم قالوا احنا لسه ما جالناش الانونسمنت بانه وده ورق، يعني احنا عرفنا لان احنا متابعين. انما مدير الادميشن في جامعه اكس ما يخصوش الكلام الاورال، هو عايز دوكيمنت ورق طبعا. ولانه الامر فيه بعد يعني اداري، فالورقه ما جاتش بسرعه. فقعدت اقول للاهالي يا جماعه انتوا مش هتتاثروا، اللي اتاثروا معلش هم الولاد بتوع 12 السنه اللي فاتت. ايوه بالظبط، دول مساكين، لان هو يا عيني دخل سنه بالظبط. ودخلوا على فكره كله راح المجلس الاعلى للجامعات وجابوا ورقه بتثبت فدخلوا بيها، يعني الموضوع اتحل. بقى عندنا مشكله بقى في الحكايه دي، في مدرسين للاسف الشديد، انا مش بقول اسامي، بس في مدرسين مش قابله التطور بتاع الديجيتال سات. ده حقيقي يا مستر، ده حقيقي. خصوصا يعني مثلا لما يتكلموا عن الماث يقول له ايه الديسمس كالكوليتر مش هتعرف تستخدمه. دي دايما اسمعها. الانجليش عشان طبعا والماث يعني ادابتيف انه هنتكلم عليها دي. بالظبط، فبيخوفوا الطلبه. دي انا سمعتها كتير. انا بقى بقول ده ديوتو او يعني نتيجه ان المدرس مش جاهز، فهو بيرمي حمله عشان ما يقولش انا مش جاهز. استحاله مدرس يقول انا مش جاهز، فبيقول ايه، انا بتكلم مش باسم معين، يعني انا بقول الكاتيجوري بتاعت الناس دي. احنا كويس ان بنقول كده، لان فعلا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده محدش بيقوله على فكره. دي حقيقه. فيعني يعني المدرس ساعات لما يلاقي نفسه مستعد للايست وهو جاهز، مش عايز بقى يدخل في دوامه جديده، ويبقوا عادة صغيرين في السن مش عايزين يبتدوا. يعني دي مشكلة يعني بنحاول نعالجها. وعشان كده في مكتبة سات اند اي جي أنا بوجه نداء لكل المدرسين، عندنا ماتيريالز لكل الامتحانات، يعني في كل المواد وكل الامتحانات تعالى خد ماتيريال وذاكر، بس ما تحطش الطالب اللي بيجي لك علشان اختياراتك انت، عشان مستقبلك. واحنا برضو بنناشد الطلبه الموضوع يا جماعه. الديجيتال سات ده يعني الديسمس كالكوليتر دي حاجه هتساعدك. فلازم انت يعني تميز برضو لما يجي لك حد يقول لك لا ده مش هيساعدك، ده مش عارفه ايه، بيتقال كده. لازم يميز برضو يا مستر ايمن. انا كنت عامل وبحييه طبعا، كنت عامل حصه عن ديزموس من يومين ما شاء الله، وبعدين لقيت مدرس في الحصه كنت سعيد بيه جدا يعني، وحييته يعني، وكانت حاجه لطيفه لانه مش عيب. انا بتعلم، انا على فكره وانا بحضر الحصه دخلت على اليوتيوب ولقيت شباب صغيرين في امريكا عاملين ديسكريبشن للديزموس. مش عيب، انا بتعلم، العلام مش عيب. احنا عندنا مشكله الكبر، ساعات عندنا كبر كده، لكن لو انا بتعلم باريحيه هتعلم واعلم ولادي. ده حقيقي. حقيقي. ده الماث في الايست. كده الايست 1 ايوه خلص، عايزين بقى ايست 2. ايست 2 معايا على طيب بنقولها اورال عشان مش عارف طيب. اوكي. البيولوجي عشان البيولوجي فيه تغيير جامد. اوكي. الاي اس تي 2 بيولوجي هو طبعا زي ما قلنا، انا عشان اخد اي اس تي 2 انا لو محتاج ادخل كليه علميه لازم اخد اي اس تي 2، مثلا لو جامعه حكوميه لازم باخده. زمان الاي اس تي 2 بيولوجي كان 80 سؤال في الساعه. يعني السؤال بياخد اقل من دقيقه. طبعا دلوقتي 60 سؤال في ساعه، فالسؤال بياخد مني دقيقه واحده. نفس المالتيبل تشويس كويستشن، يعني تشويسز برضه هي هو على فكره الاي اس تي 5 تشويسز في البيولوجي. في الاكت 4 تشويسز، ودي ميزه في الاكت. دي ميزه بالظبط كده. فالاي اس تي 5 ما غيروهاش في الاي اس تي. لا ما غيروهاش للاسف. البيولوجي بيبقى فيه اجزاء من شابترز اتلغت، اجزاء من شابترز اتلغت، وانتوا قادرين تحددوها مش زينا. انا قادره احددها. باي ذا واي في ناس بتقول لا او ما فيش ماتيريال. اصل انا بكلم مدرسين بيولوجي في حضرتك يعني كلهم. انا قادره احددها حقيقي يعني. انا اوكي، انا شايفه الاي اس تي 2 بيولوجي هيبقى منافس قوي لاكت 2 بيولوجي بصراحه. يعني انا اقدر احدد الاجزاء اللي هم شالوها، اقدر انا اشيلها من الامتحانات السابقه واعمل ماتيريال للطلبه، لان دايما الطلبه
كل كلامهم على الاي اس تي ان مفيش لسه ماتيريال. صح. بالنسبه للاي اس تي 2 بيولوجي سهل نعمل ماتيريال. وطبعا يا جماعه التغييرات دي من 2026. جانوري اول حاجه جانوري. الطلبه اللي داخله في ديسمبر ما عليهاش التعديلات. انا عايز اقول بس انه الاي اس تي ما حدش يخش ديسمبر لو انت لسه، طبعا مفيش حد هيلحق يحجز خلاص. لكن جانوري مفيش سات، فايه المانع ان احنا نجرب الاي اس تي 1 والاي اس تي 2 في جانوري. انا كمان في الماس حضرتك عارفه الاي اس تي ماس برضه عملوا خطوه جباره. احنا كان الامتحان 50 سؤال في ساعه، بقى 40 سؤال في ساعه، ده فرق كبير جدا. 10 اسئله اتشالوا. ده انا مش بتكلم على التوبكس، انا بتكلم على التايم. وشالوا توبكس يعني. شالوا توبكس طبعا، بس انا قلت لك في الماث مش زي البيولوجي. هم شالوا تايتلز للتوبكس، بس التايتلز دي هم شالوا حاجات نقدر نلغيها، حاجات سهله. يعني هو شال اللوج فانكشن، ودي كانت غلسه قوي وشالها. هو طبعا الاكت 2 التوبكس بتاعته مور كلير، وكمان الاسئله ليها نمط. يعني انا اقدر اقول السؤال اللي جاي واقدر اتوقع الاسئله، انما الايست ملوش ملكه، ما تعرفيش. المصيبه بقى ما نزلش اي ماتيريال لايست 2 ولا بيولوجي، صح؟ نزل سؤال زي سامبل كده بسيطه بيولوجي 60 سؤال، يعني مش حاجه 60 سؤال يعني امتحان. نزل امتحان 2. ما الماس نزل باين حاجه برضو، نزل حاجه شفتها بصيت عليه. بس انا لما يكون عندي ماتيريال امتحان واحد، طب هعمل ايه؟ انا مدرس هعمل ايه؟ انا من هنا بقى بناشد لو حد من بتوع الايست بيسمعنا، نفسي يسمعونا، لانه فعلا بجد الطلبه مفيش تواصل. مفيش تواصل، والطلبه وهم معانا في مصر. يعني الطلبه، لان انت عارفه الايست مش معمول غير لمصر والاردن بس اللي بتاخده. الطلبه ما عندهاش ماتيريال، فليه نعمل كده في اولادنا؟ عايزين ماتيريال للطلبه بتوعنا، دي مهمه قوي. 1 و 2 طبعا حضرتك تشاركيني الراي في كده. طبعا احنا من زمان بنناشد الوزير ان هو، لان الوزير خصوصا كمان مهتم جدا بالشهادات الدوليه، واحنا هنتكلم دلوقتي على التغييرات اللي هتحصل لطلبه جريد 10 واصغر. وزير التربيه والتعليم عمل تغييرات للشهادات الدوليه كتير، واكيد تغييرات الاي اس تي دي بموافقتهم طبعا. فلازم فعلا يبقى في فرصه تواصل، يبقى يعني في زي وجه كده اعلامي للاي اس تي عشان فعلا. هو انا سمعت ان هم بيفكروا يعملوا بايلوتس اكزامز للايست. بس ما اعرفش البروجكت ده وصل فين، حد بلغني يعني من الايست. بس انا ما اعرفش ده كان قبل التعديلات، هل بعد التعديلات في خطه معينه؟ انا مش عارف ايه السيكونس اللي ماشي، بس يعني احنا ماشيين اب تو ديت مع الافكار اللي بتحصل. وهتلاقوا على التيك توك فيديوهات انا والدكتوره رمان. الشاطر يمشي مع اي تعديلات، والطالب الشاطر يعمل كده عادي جدا. يعني الطالب الشاطر يشوف التعديلات هتمشي معاه، يمشي وراها، ويمشي مع التيتشر اللي هيمشي مع التعديلات دي. صح. ولو انت قعدت تقول اصل هم غيروا وانا اتلخبطت، انت اللي هتبقى متاخر بعد الشر. يعني ما اتمناش حد يبقى كده. انت تحاول تكون اب تو ديت مع الافكار الجديده. ده الكونسبت يا جماعه، ده فيلوسفي الامريكان اساسا. يعني الامريكان سيستم معتمد، حتى الجي بي اي، يعني طلبه الامريكان سيستم في المدارس بيبقى فيه على بروجكتس، على الكلاس ورك والهوم ورك، يعني مش كله على البيبر. فطالب الامريكان اوريدي بيبقى اوبن مايندد لاي تغيير، ادابتيف زي ما بيقولوا. صح. هنتكلم على ادابتيف. ايوه. الساد بقى هنتكلم على كينج ده الاصل. انا دايما اقول مثل قلته في الفيديو، عندي مثل. انت حضرتك تخصصك دكتوره اصلا صيدلانيه، ده المثل ده بتاعك انت بقى. لما كان زمان دكتور، اشتغلت ميديكال ريب زمان شويه، لما دكتور يكتب دواء الاصلي وننزل الصيدليه ما نلاقيهوش، فالصيدلي لو حضرتكم يقول له عندي البديل، صح؟ يقول لي لا بس ما عنديش حل، فباخد البديل. طب ينفع انزل الصيدليه والاقي الاصلي واقول له هات البديل؟ لا بصراحه. يعني انا مستغرب بصراحه. يعني النهارده السات رجع، ده الاصل، واحنا ننزل الصيدليه نقول له اديني البديل؟ دي حاجه غريبه طبعا. دي حاجه معروفه في الشعب المصري، يقول له لا الدكتور كاتب لي ده انا هاخد ده، صح؟ احنا السات ده الاصلي، ده اللي عشنا عليه. انا بقالي 22 سنه بشتغل. عاصرت يا دكتوره ده رابع سات. السات بيتغير كل 10 سنين. انا حضرت سات 2003 2004، جه 2005 غيروا السات. 2005 لحد 2014 10 سنين، يعني اولموست 10 سنين، وجم 2014 غيروا السات. غيروه، صح.
اللي بقى اسمه نيو سات. النيو سات اللي بقى اولد دلوقتي. ايوه. وبعدين عملوا النيو سات من 1600 من 2014 ل 2023. وبعدين جه الجديد دوت اللي هو الديجيتال سات من 2023. عندي مشكله، المدرسين اللي بيشتغلوا اغلبهم في مصر ما سمعش عن الديجيتال سات الا في 2025، بينما احنا شغالين في الخليج من 2023. فطبعا دي المشكله اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، انه السات موجود من زمان بس احنا ما نعرفش. احنا عاملين هوريكم في المكتبه في النص يعني الكتب بتاعت الديجيتال سات، فالناس بتقول لي جبت الامتحانات دي منين؟ يا جماعه الامتحان موجود من 3 سنين. ايوه ده حقيقي. طيب اول سيكشن موديول 1، طبعا كلمه موديول السات هو اللي اخترعها. موديول 1 بارت 1 يعني. اللي هو سيكشن 1 او بارت 1، يعني زي ما في امريكا يقولوا افينيو على الشارع الكبير يعني اسامي. موديول 1 27 سؤال في 32 دقيقه. 27 سؤال في 32 دقيقه. ده موديول 1. موديول 2 برضه 27 سؤال في 32 دقيقه. مش هطول برضه، هقول بسرعه كده. السات انا بس عايز اقول انا عديت انت الترتيب فيه غلطه هنا يا بنوب، معلش يا بنوب، هرجع لها دي. الماث 22 سؤال في 35 دقيقه. وموديول 1 موديول 2 برضو 22 سؤال في 35 دقيقه. بس انا عايز اقول حاجه، حضرتك كاتب برضو انه بياخد هي كان فيها غلط. طبعا عايز اقول حاجه بس، ان احنا في مكتبات سات اند اي جي عاملين، بعد اذن حضرتك، عاملين هنا عاملين 10 امتحانات في كل فوليوم. عاملين كتب عاملين فوليوم، عاملين كتب عشان بس بعض الاهالي والتيتشرز يقول لك اصل ما فيش ماتيريالز. احنا عاملين 5 فوليومز، كل فوليوم فيه 10 امتحانات، يعني عندك 50 امتحان ماث و50 امتحان انجلش. تخيلي حضرتك. واعتقد لو حلهم يا مستر ايمن يعني بالنسبه له الامتحان هيبقى ولا حاجه. انا عندي نظريه بقولها للطلبه ونجحت. لو حليت 20 امتحان ماث و30 امتحان انجلش مفيش سؤال هيجي براهم. حقيقي. دي حقيقه انا مجربها. يعني الطلبه، انا معايا برضو زميل كان شغال انجلش، كنت شغال في الامارات، ومرينا بنفس المشكله اللي حصلت في مصر. اول امتحان الاولاد جابوا سكورات وحشه قوي في الماث والانجلش لانه جديد. طبعا انا احبطت جدا، بس كانش معايا ماتيريال. اكيد. كنت عمال اشرح وعمال احل اولد سات. الولاد دخلوا الامتحان جابوا سكورات وحشه قوي. تاني محاوله اتحسنوا، تالت محاوله، رابع محاوله جابوا سكورات رهيبه. دي مش ذنبهم ولا ذنبنا، الماتيريال كانت لسه قليله. دلوقتي انا معايا غير البلو بوك، البلو بوك 10 امتحانات بالظبط، ومعانا 5 كتب ماث و5 كتب انجلش فيهم 50 امتحان، يعني عندنا 60 امتحان. لو الطالب حل في الماث 20 امتحان وحل في الانجلش 30 امتحان، صدقيني مش هيلاقي 4 أو 5 اسئله جداد بس في الامتحان كله. يعني اللي هو مش هتاثر من يعني ممكن من 600 ل 700 مش هتاثر. فالحقيقه الموضوع ده شاغلني جدا نتكلم عنه. فعندنا المكتبات سات اند جي، اللي فيكم مش عارف ممكن على الموقع هيلاقي التليفونات بتاعتها موجوده وبتتوزع على الفلاير بره. ده بالنسبه لده. هنتكلم على ادابتيف بقى. في حاجه عايزه تقوليها قبل الادابتيف؟ قبل الادابتيف الماث يا مستر حضرتك في اسي شورت انسر رايت؟ الاي سي فيه مش شورت انسر، رايت، يعني الفاينل انسر بس. فاينل انسر عشان دي مهمه يا جماعه. جريد ان بنسميها جريد ان. الاي اس تي كله مالتيبل تشويس انجلش او ماث، اي اس تي 1 صحيح. لكن سات ديجيتال سات الانجلش مالتيبل تشويس، كله مالتيبل تشويس، لكن الماث يعني في كام سؤال؟ في 10 اسئله. 10 اسئله من 44. اوكي 10 اسئله شورت انسر. بيكتب الطالب الانسر في الاخر. بس عايزين نتكلم على الديزموس بقى.
الديزموس. انت حضرتك اشرتي الديزموس في النص. جدا. انا عايز اقول لك بقى معلومه في الماث عشان ده بتاعنا بقى ملعبنا. الديزموس يحل لك لو المدرس فاهم وشاطر 40% من اسئله الامتحان. يعني لو رهيب اللي هو كالكوليتر كانه بيلت ان. واي اي في اي اي يعني عشان ابسط للاهالي. احنا زمان كنا بنكون في ايكويشن فيها 4 انون لازم نجيب 3 انون بالظبط وهو نكتشف الفورس 1. دلوقتي ممكن يبقى عندك 2 انون بس وعارفه نوع الايكويشن وتحطها على الديزموس وهو يكملها لك. اوكي بس ليه تكنيك طبعا. طبعا ليه؟ المشكله في الديزموس مش ان انت تحلي، المشكله انك تعرفي ازاي تحلي. التكنيك بتاعه التكنيك بتاعه مش صعب. يعني التكنيك بتاعه ثابت. يعني انت جاست انك تعرفي زي ما بنستخدم الكالكوليتر الهارد كوبي بتاع زمان بتبقي عارفه تعملي دوسي على انهي زرار. نفس الفكره تكتبي ازاي الكوماند. وانا اعتقد المستقبل هيقلل اليوزر يعني هيقرب من اليوزر اكتر. كمان هيبقى زي بفكره الكمبيوتر يعني هو الانترفيس بتاع اليوزر هيبقى اسهل بحيث انك تدوسي على زرار على طول على السوفت. هو سوفت طبعا الديزموس كله سوفت كالكوليتر فانك تدوسي على زرار يعمل لك البروسيس نفسها. فده مستقبل. احنا بنقول على الديزموس ليه؟ لان زي ما قلنا يا جماعه في طلبه بتخاف او ما بتستخدمش الديزموس كالكوليتر. بيخاف يقول اصل هيلخبطني مش هيطلع لي الاجابه صح مش هعرف اعمل التكنيك. صح مستر ايمن بيقول لو انا عرفت التكنيك هيفرق معايا ب 40% من الامتحان وده هيوفر لي وقت للاسئله الاخرى. صح فيري امبورتنت بصراحه انا شايفه كده. انا بقول لحضرتك الولاد اللي بيشتغلوا ديزموس صح بيخلصوا السكشن قبل ميعاده ب 10 دقائق 15 دقيقه. يعني السكشن مدته 35 دقيقه اللي بيستخدم ديزموس صح بيقدر يخلص الامتحان في فرق يعني في 20 من 35. يعني ده فرق كبير قوي. طبعا نتكلم على الادابتيف. الادابتيف بقى طبعا قبل ما نتكلم على الادابتيف كان زمان في سات 2 يعني كان زمان في بيولوجي سات 2 دلوقتي ما فيش سات 2 خلاص. سات اللي هو انجلش وماث اللي هو الديجيتال. بديله بقى بره مصر الاي بي بالظبط كده. الاي بي اللي عايز يسافر بره مصر لازم يسال الاول على الانترناشونال وفي جامعات هنا بره في مكاتب وفي جامعات وفي كمان شركه ادفنتشر تبع ايديو جيت بتعمل بروموت ستادي ابرود. محتاج ايه؟ فحسب الجامعه يعني انا قبل ما اتحرك للجامعه اللي بره اسال هم عايزين اي بي لان الاي بي مش سهل. لا وعدد مش ماده واحده. مش ماده واحده وطبعا حسب التخصص. اكيد. الادابتيف بقى. اوكي. الادابتيف بقى الانجليش جديد على الطلبه. طبعا يعني جديد على الطلبه. بس هي فكره حلوه جدا. طبعا هو بيميز. جديد يا مستر على فكره هو زي الماب تيست. مش جديد على الامتحانات. مش جديد على طلبه الامانه. احنا طولنا بقى انتوا حسيتوا بينا. هو مش جديد على الامتحانات هو جديد على مصر. ايوه بالظبط. الادابتيف هنقعد بقى فكره حلوه. الادابتيف هو جديد على مصر فعلا. زي انت عارف حضرتك في امريكا وكندا دلوقتي في امتحانات بتبقى في البيت اونلاين. ايوه. بيبقى في كاميرا 360. ايوه دي موجوده هم ناويين يعملوها في السات بس مش دلوقتي. برضه هتبقى جديده على مصر يعني عشان ما تروحش بقى لجنه او حاجه زي كده. الادابتيف رايح للريموت ليرنينج يعني طبعا في اي مكان امتحن اتعلم زي ما هو دلوقتي الايلتس والتوفل كده في امتحانات كده. الادابتيف بقى في الانجليش بقى. الانجليش احنا عندنا الموديول الاولاني بيبقى ثابت كل الطلبه بتاخد موديول 1 زي بعض. لو حل 70% accuracy يعني عمل 70% صح من عدد الاسئله. لو عمل 70% صح من عدد الاسئله بياخد موديول 2 هارد. لو عمل اقل في طالب لطيف قوي قال لي ايه لو عملت اقل يا مستر ما ناخد موديول 2 ايزي اسهل. بس ما يعرفش ان هو سكوره مش هيعدي 550 في الانجليش. لكن لو خد موديول 2 هارد يبقى سكوره يقدر يوصل ل 800. ودي نوع من انواع العداله. حتى لو ما عملش موديول 2 كله صح ممكن يوصل ل 800. ايوه مش الرو سكور بقى دي ساعتها بقى بيبقى الرو سكور. يعني ممكن ال 800 تبقى من ناقص سؤالين او سؤال. بالظبط. صح احنا بنحب الشقه المدرسين بيحبوا الشقه وقفتي يعني موديول لا يعني اصل دي فعلا مهمه جدا الادابتيف لان كتير من الطلبه مش فاهماها قوي او كتير يعني لو نقدر يا مستر نعمل لها مقارنه ما بينها وبين الكيرف
بس اصل الاكت مش بيعلن عن الكيرف بتاعه. مش بيعلن عن الكيرف، بس الكيرف ده للطلبه كلها واحد. يعني لكن ده على حسب كل طالب بيحل ازاي. لا بس هو في حاجه، انت حضرتك تسمعي عن حاجه اسمها الريلاتيف ويت. الريلاتيف ويت دوت فكرته جميله قوي. دي حاجه تانية غير الادابتيف. الريلاتيف ويت دي موجوده من زمان، اللي هو الرو سكور. بيحسبوها ازاي؟ دلوقتي بعد الامتحان بيشوف كام واحد حل السؤال ده صح. لو لقى طلبه كتيره حلها صح بيديله قيمه اقل بالظبط. عشان كده لما طلبه بتخش امتحان ويبقى الامتحان صعب اقول له ما تزعلش، لان الكرو سكور عالي، لانه انت حليت اسئله صح فهتاخد ريلاتيف ويت عالي. دي حته يعني تكنيكال، ده حقيقي. انا قريتها كتير. نقول لهم ركزوا لما يبقى سؤال صعب ركز فيه حلو، لانه هيديك سكور اعلى. هيفيدك. صح. ده الادابتيف بتاع الانجليش. بالظبط. انا شايف المحاضره دي جميله قوي، لو الناس اهتمت بيها بالذات اللايف، الناس اللي بتسمعنا. احنا بس لو حد يعني يشوف لنا الاسئله بس المره الجايه. طيب الادابتيف بقى في الماث مفيش فرق كبير. هو الفرق الوحيد هنا نفس الفكره. موديول 1 لو عمل 60% مش 70، في الانجليش 70، في الماث 60% يروح الهارد، لو اقل من 60% بيروح الايزي. تقريبا 14 سؤال من 22 سؤال. لو عمل 14 سؤال صح يدخل على موديول 2 هارد. طبعا دي برضو ميزه في الادابتيف في الماث. لا الادابتيف ما يخوفش، يعني ما يخوفش الطالب، بالعكس يعني ما يحطوش ان هو بريشر عليه ان انا ما عملت صح عملت غلط، لا بالعكس يعني هو يستفيد منه، لان هو يعني بيديله النمره على يعني مدى شطارته هو. صح. فانا شايفه ان الادابتيف ده مفيد جدا للطالب. ده السات بقى. ده السات. مفيش سات 2 كده. السات انا رايي بقى بعد القصه دي، معلش اقول رايي ولا حضرتك تقولي رايك الاول؟ في ايه؟ ليديز فيرست. لا في نختار ايه؟ سات ايست ما احنا بنعمل ده كله ليه؟ عايزين نختار. طيب خلينا دايما يا مستر الطالب بساله سؤال، يعني هل هو محول بتفرق صح؟ انا بسمع وجهه نظرك، انا استفيد يعني. لا خلينا اسال انا حضرتك. يعني راي حضرتك ايه؟ طالب المحول هل اعتبره زي الطالب اللي هو من امريكان سيستم مثلا؟ انت بتقولي تقصدي اللي جاي من ناشونال مثلا؟ انت عشان الانجليش. يس. اصل في المثل عكس، الطالب اللي جاي من ناشونال اقوى من الطالب اللي جاي من امريكا. اوكي. ليه؟ لان السكيلز والتاسيس بتاع السيستم الناشونال المصري في الماث اقوى. حتى لو عربي، تخيلي. ليه؟ لانه انت بتعملوا جاستيفيكيشن على بدل س وصاد اكس وواي، خلاص وبينطلق. وشويه اكسبريشنز، يعني هو عارف جمع اسمها اديشن، فبيتعلم شويه الحاجات دي في اول سيشنين خلاص. فبيبقى اول ما تلاقيه وهو خاصه يكون شاطر، لما اول ما يتعلم الاكسبريشنز ويتطور تلاقيه جري في الماث. يعني المنهج ده بالنسبه للطالب تافه. الناشونال تافه. اوكي. اخدوا ايه يعني؟ خدوا في اولى اعدادي. مش معقول. صدقيني. المشكله الماث غير الانجليش خالص. المنهج اللي احنا بنذاكره في السات ديجيتال سات هو من اولى اعدادي لاولى ثانوي، يعني اولى وثانيه وثالثه اعدادي. وطبعا هو بيعيد ويزيد اولى وثانيه وثالثه، فبيجي اللي جاي من لغات ما بيعنيش خالص. ده مش مشاكل. اللي هو ناشونال لغات، المشكله بتبقى في الناشونال عربي. المدرس بس مشكلته حاجتين حلو الموضوع ده قوي. حاجتين، المدرس والطالب. في مدرس لما بيسمعه بيقول له يا مستر انا مش فاهم معنى الكلمه دي ويتريق عليه، خلاص راحت. الطالب ده راح. انت احرجته. انا بواجه كلام المدرسين. يعني لو قال لك يعني ايه اديشن وفي بنوته في الحصه. انا عندي بنت مره قالت لي يا مستر انا مش هكمل الحصه. قلت لها ليه يا حبيبتي؟ قالت لي في واحد بيقول آلة حاسبه ما بيقولش كالكوليتر. ولد جاي من عربي. المدرس لو مشي مع تهريج الطلبه في الحصه على طالب من النوعيه دي، الطالب العربي ده راح منه خلاص، دمره نفسيا. دي المشكله الاولى. المشكله الثانيه ان الطالب نفسه بيتكسف انه يسال. فبيدخل الحصه اللي جاي من عربي بيدخل الحصه مش فاهم حاجه ومكسوف يقول، ان بيحس ان هو اقل، برغم ان ده المفروض المدرس يلعب حته انه براحتك اسال. المدرس يعمل كده، والطالب لما يلاقي ريحيه من المدرس ينطلق. والمدرس برضه
بيبقى عامل زي الدكتور يا مستر ايمن، صح. يعني يبقى عارف الهيستوري بتاع الطالب. يعني ان انا هبقى قدامي مثلا 10 طلبه من مدرسه عربي، 10 من امريكان، 10 من لغات، احاول وانا بشرح برضو يعني لو عندي طلبه عربي ممكن اقول المصطلح بالعربي. أيوة. يعني دي برضو شطاره من المدرس ان هو لازم يبقى عارف الباك جراوند بتاع الطلبه اللي معاه. وفي خطوره بقى انا بخاف منها، في مدرسين بيعملوا حصه لبتوع العربي لوحدهم. لا. وحشه وحشة قوي دي، صح قوي. صح. يعني في مره اسيستنت من الاسيستنت بتوعي قال لي مستر بص بقى احنا لازم نعمل حصه لبتوع العربي. طبعا دول بيتدمروا ده حقيقي. لان هو بيتعلم من اصحابه. ده حقيقي صح صح. حصه عربي لوحده ده وحشه قوي. فعشان كده انا بقى ولي امر يقول لحضرتك ايه انا عايز ابني وصاحبه بس. لا ده قصه ثانيه، حتى في اللغات بيطلبوا كده يعني لا ده وحش قوي. انا ضد المدرس الطبيعي. بس انا في نقطه نرجع لها تاني، عشان كده بقى الماث في السات في كل الشهادات الماث احسن حاجه. ده حقيقي. اسهل. بس طبعا حضرتك بتتكلمي على الانجلش، كنت بتتكلمي على الانجلش، بتقولي ان اللي جاي من النشر. قولي بقى حضرتك وجهه نظرك في الانجلش. والله انا يعني شايفه ان الاي اس تي انجلش يعني معتمد شويه على الاولد سات اللي بنتكلم عنه، كان الاولد سات، فكان الفوكابلري ممكن الطلبه مش بتشوف قوي فيه مشكله. لكن الديجيتال سات لا، الفوكابلري بتاعه صعب حقيقي. ايفن يعني انا برضو بتفرج زي ما حضرتك بتقول على اليوتيوب شانلز الامريكان بقى بيدخلوا الديجيتال سات وبيتكلموا، هو بالنسبه لهم صعب. فطبعا هو بالنسبه لطالب بالنسبه له الانجليش ده مش لغه اولى برضه بيبقى بس في معلومه عايز ازودها لحضرتك. انت عارفه ان في نسخه انترناشونال ونسخه يو اس، بس قريبين من بعض صدق. بس يعني في الانجليش بيقولوا في فروق. مش قوي للاسف. انا عندي حاله طالب انا بوجه له التحيه، يعني طالب من الطلبه الممتازين اسمه صلاح، في الامارات هو عايش، جاي مدرسه عربي وجاب 800 في الماس و750 في الانجليش. ما شاء الله. من عربي. ما شاء الله. بس هي النقطه بقى اللي عملها صلاح، ودي اللي خليني قلتها في الاول، صلاح حل اكتر من 30 امتحان انجليش. هو ده اللي بنقوله يا جماعه. والحل يا مستر مش ان انا اجابه ده كذا اجابه ده كذا. الحل ليه برضه استراتيجي. في مدرسين يا دكتوره بقى بيعملوا ايه؟ يخش يصحح يقولوا اي بي سي دي خلاص خلصت كده وبيمشي. انا مش عارف ازاي الطلبه بتقبل كده. لازم. وفي امهات تيجي تقول لي انا ابني خلص تل كتب، اقول لها خلصوا يعني ايه خلصوه؟ تقول لي يعني حلهم. طب فهم الغلطات بتاعته؟ لا يبقى ما حلهمش. صح. النهارده في ام قابلتني بتقول لي انا ابني، الحته دي مهمه قوي ارجوكم ركزوا فيها، بتقول لي انا ابني بيروح الامتحان بيحل حلو قوي في البيت، بس بيروح الامتحان بيجيب سكور وحش. فبسالها دلوقتي حالا، بسالها بقول لها بيحل ازاي في البيت؟ قالت لي بيحل ماس وانجلش، ده في تايم وده في تايم. حلو لحد دلوقتي حلو. بس ده موك زائف. ليه بقى؟ لانه انا لما بدخل الامتحان احل الاول انجلش، في بقى ضغط عصبي ونفسي وتعبت، بدخل الماث بعد الانجلش، قدراتي الذهنيه وانا بعد الانجلش مش زي قدراتي الذهنيه في البيت لما بحل ماث لوحده. هي دي مشكله الاهالي بيواجهوها ومش عارفين يعرفوها. معلومه مهمه، لو ابنك بيحل موك ماث لوحده وموك ماث انجلش لوحده، ده مذاكره مش موك. دي مذاكره. يعني انا عارف ان في مدرسين بتدي انجلش لوحده، ده حقهم، دي مذاكره. انما الموك الحقيقي واللي لازم يتعمل كتير، اللي بقول عليه 30 امتحان و20 امتحان، دول يتحلوا ورا بعض. ويعني ازود على حضرتك في وقت الامتحان بالظبط، في التايم في وقت الصبح، لان في طلبه بيقول ايه انا دماغي بتبقى احسن في السهر ومش عارفه ايه، فيجي يوم الامتحان ما يعرفش يحل كويس. صح. فهو لازم يتعود. ستيميليشن. ستيميليشن. امريكان دبلومه مفيش حد هنا هم بيتفرجوا على الامريكان. انا عايز اجيب لك السلايدز بقى اللي انت كنت عايز تتكلمي عنه، بتاع العربي والتاريخ، عشان تقولي لنا اللي هتقوليه. انا مجهزه. ماشي. ايه رايك؟ حلو قوي. ده المواد، احنا مش هنتكلم على كل ده. وقتنا خلاص. طيب هجيبها لك بسرعه، بس قوليها لنا انا عايز اسمعها. ايوه. انا عامل سلايدز كتيره عن الموضوع. أيوة. بس نيو ستراكشر اهو، ده اللي تقصديه حضرتك. المدرسه اهي، بس يعني اهي دي اللي حضرتك عايز تقوليها. تمام. طيب احنا
السكول الجي بي اي 40% ده كان موجود اوريدي. احنا دلوقتي يا جماعه انا بكلم طلبه جريد 10 واللي اصغر في الامريكان دبلوما، جريد 10 واصغر. السكول الجي بي اي عليها 40% ده اوكي. اكت 1 او سات 1 او ديجيتال سات 2 دي ايه؟ اكت 2. لا من غير اكت 2. ما هو ما فيش حاجه ثانيه خلاص، ما هو الاثنين ما برضه. اعرفش بقى. ما هم بيقولوا دلوقتي انها 40. كله. دول عليهم 40. لا انا دي ما اعرفش. ما هو كله بقى 100 دي قالوها. دي عليهم 40. كان زمان عليهم 60%. ال 20% بقى راحت فين؟ راحت للعربي والتاريخ. التاريخ 10%، العربي 10%. في معلومات جديده عن الكلام ده بصراحه لسه ما فيش يعني، لكن العربي والتاريخ بقوا داخلين في النسبه المئويه، مش بس للامريكان دبلومه، لاي شهاده دوليه. اي بي، اي جي، فرنش، اي شهاده دوليه هياخدوا عربي وتاريخ 10%. هياخدوه امتى؟ لحد دلوقتي فعلا ما نعرفش يعني. جريد 10 ما حدش قال لهم ان هم هيمتحنوا عربي وتاريخ. هم هياخدوه مره، ما قالوش امتى، مره واحده في ال3 سنين. احنا متوقعين في جريد 12 يعني مش عارفين. ما حدش عارف. بس المعلومه بتاعت 100% دي قالوها. قالوا ان هو المدرسه 40، الشهادات الدوليه كلها 40. ده حقيقي. وهنا هيبقى 20 اللي هم دوليه 1 و2. امتحانات التقديم. هي في ميزه هنا بقى ان السات ما بقاش متحكم في الطالب سكوره، يعني المدرسه عليها ده وده. بالظبط. لو الامتحان بتاع العربي والتاريخ هيتعمل في مدرستك دي ميزه. مش عارفين، انا بقول لو. ده حقيقي. انا ما احنا لا نجزم، محدش يقدر يجزم، مفيش مذكره تفصيليه نزلت بالتفاصيل. خلاص هو برضه بنناشد وزاره التربيه والتعليم، يعني خلاص احنا دلوقتي الطلبه في جريد 10 محتاجين نعرف التفاصيل هتبقى ايه، المنهج هيبقى عامل ازاي، هيمتحنوا امتى، يعني دي مهمه جدا جدا بصراحه. هو حتى الان مفيش اي بوادر معلومات، بس هو ده السلايد اللي حضرتك كنت عايزه تقوليه. ايوه بالظبط. بالتوفيق طبعا للجميع، يعني اي حد بيتفرج على اللايف يا جماعه بالتوفيق في الامريكان دبلوما. في محاوله في سبتمبر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا معاهم. وفي اكتو على فكره، وفي سات كمان، سات 1 ان شاء الله يوم السبت الجاي، واكت 2 السبت الجاي، وايست 1 يوم الجمعه الجايه. لا ده في كتير بالظبط. ده في امتحانات. انا شايف عدد الامريكان دبلوما في المعرض السنه دي قليل شويه عشان غصب عنهم كلهم بيذاكروا، فاللي في البيت بيسمعونا غالبا هيبقوا منهم كتير، والاهالي الافاضل يعني اللي بيسمعوا. انا اكتر حد بيوقف في قلبي عشان انا اب بنتي في الامريكان دلوقتي هم الاهالي، يبقوا هيتجننوا يعرفوا معلومات، فبقدر الامكان بنوصلهم معلومات. ان شاء الله. يا رب. اشكركم يا جماعه. ميرسي يا دكتوره، ميرسي لحضراتكم، ميرسي، شكرا. باي. انا اتشرفت بيكي، اتشرفت بحضرتك. هم قالوا لي قبل ما انت تيجي خلاص احنا خليناها نص انت ونص هي. لا بالعكس، ما انا دي جميله جميله جدا. صح. انا كنت عايز كده، وأنا بس هم قالوا لي احنا هنقسمها نصين. ولا يهمك. اهلا بيك.